هاي أنا دكتور مريم، dermatologist في laser aesthetic من Beautiful Clinic. هتكلم معاكم النهارده عن أسئلة كتير انتوا بتسألوها. ازيك يا دكتور مريم؟ هنلعب مع بعض لعبة سريعة هنقولك أكتر الشائعات عن البشرة وقولنا هي صح ولا غلط. جاهزة؟ جاهزة؟ هي الكريمات لوحدها تقدر تعالج الهالات السوداء؟ أكيد لأ، الكريمات لوحدها ما بتقدرش تعالج الهالات السوداء، بس برضه دي بتعتمد على ايه هي نوع الهالات السوداء اللي موجودة عشان نقدر نختار التكنيك الصح لعلاجها. جلسات التقشير مناسبة لأي نوع بشرة؟ أكيد لأ، especially لو هي sensitive skin. sensitive skin من أكتر أنواع البشرات اللي ما ينفعش معاها أبدا التقشير. لو هنشيل التاتو هيبقى فيه أثر ولا ممكن يتشال نهائي؟ ممكن يتشال نهائي، بس برضه ستيل ديبند على نوع التاتو بقاله قد ايه وعمق التاتو برضه. طب لو عملت فيلر مرة هضطر أعمله طول حياتي ولا أقدر أوقفه في أي وقت؟ عادي نقدر نوقفه في اي وقت، لان الفيلر من الحاجات اللي بتدوب، بس بيفضل طبعا ان احنا نعمله ريفال كل فتره. الهيلورونيك أسيد أفضل سيرم للبشرة؟ في العموم كده اكيد لا، هي على حسب مشكله البشره ايه علشان نبدا نعالجها، بس الهيلورونيك اسيد كويس جدا في الترطيب وان هو يدينا بلامبنج سensation. طب لو أنا بستخدم فيتامين سي مش محتاجة أي سان سكرين ولا ممكن أحتاج؟ لا، السان سكرين طبعا ضروري especially لو بنحط فيتامين سي لان هو بيحسس البشره. الهالات السوداء طالما وراثية يبقى ملهاش أي علاج؟ لا اكيد طبعا ليها حل، منها الحقن، اساليب تانية كتير قوي، بس في الحقن طبعا بتعتمد على عدد السيشنز وعلى حسب هي واصله لمرحله قد ايه. التاتوز كلها بتحتاج نفس عدد السيشنز عشان تتشال؟ لا طبعا مش بتحتاج نفس عدد السيشنز، على حسب الطريقه اللي احنا هنشيل بيها التاتو من خلالها نقدر نحدد السيشنز هتاخد قد ايه. شكرا قوي يا دكتورة مريم. انا حبيبتي يا رأي.